الوقت الحالي الأدباء محتاجين يقدموا حاجة للوطن. أنا من سوهاج، ونظمت الأمسية دي وجمعت شعراء ممتازين على مستوى مصر كلها، على أساس إن احنا نقدم حاجة لبلدنا، حاجة للجمهور يعرف إن في تطور أدبي. التطور ده بينادي بإن تكون الحياة كلها سلام وأمن، كلها محبة، وده الغرض من كلمة هديل، لأن الهديل ده بتاع اليمام أو الحمام أو كده، وده رمز السلام. فأنا فكرت إن تكون الأمسية سلام ومحبة للبلد، وسلام ومحبة احنا بنتقدم بيها لكل مصر، هروبا من الأوضاع الحالية. ممكن طبعا في الأمن والأمان اللي احنا مفتقدينه في الفترة الحالية، واللي احنا بنتمنى إن احنا نرجع تاني زي زمان، نشتغل ونتعب يعني الحال بجد حاليا وخصوصا في الصعيد أصبح مش كويس. بنتمنى إن كل الأحوال تكون كويسة إلى حد ما. مساء الخير يا فلاحة، يا نبت الجمح في الواحة، يا دخل القلب بالراحة مساء النور، يا حمام القلب والغية، هديل الروح ملاغية، مساك القصد والنية مساء النور. صباح كفين هو باسط، بالنور تلاتيل لعباسط، وخلق ويا الخلق متباسط، صباح النور. صباح بالحب متحني، إزيس بتميلي وبتحني، تهدلي للقلب اللي بيغني، هديلك صباح النور. صباح النيل سارب أراضيكي، أنا اللي بعمري براضيكي، عايشة بقلبي عايش فيكي، صباح النور.